السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. انتهت سيطرة ليونيل ميسي. هالاند جاهز للفوز على النجم الأرجنتيني وحصد جائزة الكرة الذهبية 2023. سيطر هالاند على جميع الجوائز الفردية والبطولات العام الماضي مع مانشستر سيتي، يستحق بدون جدل الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023. ومع إعلان القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، يترقب الجميع من سينجح في خلافة كريم بنزيما المتوج بهذه الجائزة العام الماضي. فهل سيحققها النجم النرويجي الشاب لأول مرة، أم سيحصد ليونيل ميسي الجائزة الثامنة في تاريخه؟ وسنرصد لكم في هذا الفيديو إنجازات هالاند خلال العام الماضي وقدرته على إنهاء سيطرة ميسي على الجائزة الأشهر في العالم على النحو التالي. تكيف سريع في الدوري الإنجليزي. وصل هالاند إلى إنجلترا العام الماضي بعد مستويات رائعة في الدوري الألماني وسجله التهديف العظيم، وتوقعت قليل من الأشخاص أن يستمر هالاند بمعدل تهديفه في أصعب دوري بالعالم. بدأ هالاند سريعا في التكيف مع أجواء الدوري الإنجليزي ورد على جميع المشككين في قدراته، وسجل 9 أهداف في أول 5 مباريات، بما في ذلك 3 ثلاثية متتالية، واستمر في تسجيل أهداف كثيرة مما سجله في أي موسم سابق، محطما أرقاما قياسية جديدة. وبحلول أكتوبر أصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 3 هاتريك في الدوري الإنجليزي، وذلك في 8 مباريات فقط، وكسر الرقم القياسي السابق لمايكل أوين الذي احتاج ل 48 مباراة للوصول إلى هذا الإنجاز مع ليفربول. ومع نهاية شهر فبراير كان هالاند مسجلا 27 هدفا في الدوري، وحطم الرقم القياسي المسجل باسم سيرخيو أغويرو، وتجاوز هالاند أيضا الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيلر وأندي كول بتسجيل 34 هدفا في الدوري الإنجليزي في موسم واحد، والذي استمر لمدة 28 عاما بعدما أنهى اللاعب الموسم برصيد 36 هدفا. كان من المتوقع أيضا أن يستغرق هالاند بعض الوقت للتأقلم مع أسلوب مانشستر سيتي وطريقة بيب غوارديولا ولاعبي الفريق، ولكن نجح النجم الشاب في التكيف سريعا وأصبح عنصرا أساسيا لدى المدرب الإسباني. ونتيجة تألق هالاند اضطر اللاعب جاك غريليتس للحد من ميوله الفردية، وتم تكليف كيفن دي بروين هداف الفريق في الموسم السابق بخدمة ومساعدة هالاند أولا. وعدل غوارديولا في خطته السابقة مع مانشستر سيتي لكي يستفيد من مهارات هالاند، وهذا التغيير أتى بثماره. الشيء الوحيد الذي سيتفوق فيه ميسي أمام هالاند بجائزة الكرة الذهبية وبطولة كأس العالم، وهي بطولة لا يمكن للنرويجي أن يلعب أي دور فيها نظرا للضعف المنتخب النرويجي في لعبة كرة القدم. فلم تتأهل النرويج لكأس العالم منذ 1998، ويبدو أنه من الظلم منح ميسي جائزة الكرة الذهبية بسبب هذا الإنجاز فقط. لقد كان عهد ميسي في كرة القدم رائع لسنوات طويلة، ولكن أيامه أصبحت معدودة، والآن عصر إيرلينغ هالاند